فكرة الاستسلام لمنطقة الراحة في حد ذاتها ممكن تسيطر عليك لفترات طويلة قوي، فانت لازم تخرج منها، لان انت لو ما خرجتش انت كده بتسمح لشعور الملل انه يجيلك. لان في العادي والطبيعي لما يجي حد يتعلم حاجة او يجي يطور من نفسه لازم في مرحلة من المراحل اكيد هيجيله شعور الملل ده، وبتبقى حاجة صعبة قوي للواحد وبيخليك ما تستمرش في تعلم الحاجة دي. عشان كده لازم نقضي على شعور الملل ده. زي مثلا انت دلوقتي قررت ان انت تروح الجيم، عشان تلتزم انك تستمر في الجيم وما توقفش هتعمل حاجتين اتنين. اول حاجه اتحرك، ما تاجلش، لان انت لو اجلت مش هتروح الجيم، هتكسل، هتصحى الصبح لا مش قادر وهتقف ومش هتكمل. وعشان ما تاجلش هتلتزم بقى بالحاجه التانيه وهي الالتزام، بمعنى ان مش كل يوم لسه انت هتفكر انت هتروح الجيم النهارده ولا لا، لان انت صاحي عارف ان عليك جيم النهارده. لان لو عقلك فكر في الحاجه هيديك مليون سبب انك ما تروحش. فانت خد بقى الطريقه دي في اي حاجه انت عاوز تعملها. اول حاجه جت الفكره يبقى ما تاجلش وتعملها على طول، وتاني حاجه انك ما توقفش وتلتزم بيها كل يوم. وبس ده كان تلخيص تاني فيديو من كتاب الوصية. لو انت اول مرة تشوفني انا حسن رضا، لو عجبك المحتوى بتاعي اعمل لي لايك وفولو. مع السلامة.